أخطر فتنة وأكبر حدث هيواجهه المسلمون منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى قيام الساعة هو خروج المسيح الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. وقال في رواية: أمر أكبر من الدجال. خروج الدجال أن الناس تنساه ولا تذكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من هذه الفتنة العظيمة أيما خوف، فحذر وأنذر وخوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ومن أوصاف هذا الدجال أنه أعور، له عينان، العين الأولى ممسوحة والعين الأخرى كأنها عنبة مطفية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوبا بين عينيه كافر. وفي رواية: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. قال أن معه نهران يجريان، أحدهما ماء أبيض بارد والآخر نار تأجج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإما أدركن أحدكم فليأتي الذي يراه نارا تأجج وليغمض عينه وليطأطئ رأسه وليشرب، فإنما هو ماء بارد، ومن يطيق ذلك ومن يفعل ذلك. وهذا الدجال قد أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرات خاصة، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويمر على الخربة فيأمر كنوزها أن تخرج له فتخرج فتتبعه كيعاسيب النحل، وإلى غير ذلك من الأمور التي مكنه الله منها ابتلاء وامتحان لإيمان الناس. أنت بالدجال فعليك أن تهرب منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليفرن الناس من الدجال في الجبال، أو إذا سمعته فلتنأ بعيدا عنه. إذا أدركك الدجال فلا بد أن تثبت أمامه وتقرأ في وجهه فواتح سورة الكهف كما جاء ذلك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: يا عباد الله فاثبتوا. وهذه نصيحة غالية من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إرشاد أن نتعلم صفات الله سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وأنت لحادثات الدهر حسبي.